بالنص العام وهو خليفة بالنص الخاص. وما يتراءى للبعض أن ليلة غد هي ليلة ماذا؟ هي ليلة التنصيب. مشتبهون. هي ليلة نزع السواد عن شيعة آل محمد. ولنا نص عن إمامنا الحسن العسكري إذ يقول: وقد جاء زائرا أحمد بن إسحاق الأشعري وهو ثقة معتمد في نقل الرواية عن الإمام، يقول: جئت أزور العسكري يوم 9 وأنا لابس السواد، مما يدل على أنهم كانوا يلتزمون بلبس هؤلاء الأشراف. دخلت عليه ورأيت الإمام أمام منقلة، وأمام المنقلة يتبخر وقد حلق وتزين. قلت: أيوم عيد هذا؟ قال: يوم ينتقم الله لآل محمد من عدوهم. قال: يا أحمد في هذا اليوم انزع سوادك. الإمام يأمرنا بنزع السواد. انزع سوادك، يقول الإمام، يوم 9 من ربيع الأول. لاحظوا، صلوا على محمد وآل محمد. انزع سوادك يوم 9 فهو يوم ينتقم الله لنا من عدونا. بعد وطلعت وأنا مسرور بنزع السواد بما أمر به الإمام العسكري. فإذا يوم 9 هو يوم عيد ويوم سرور لنا الشيعة. بعد وورد على لسان الإمام الحسن العسكري قائلا: علامات المؤمن 5 ومنها زيارة 40. أورد الرواية